إذا رأيت من نفسك أنه كلما تلوت القرآن ازددت إيمانا فإن ذلك من علامة التوفيق. أما إذا كنت تقرأ القرآن ولا تتأثر به فعليك بمداواة نفسك، عليك بمداواة نفسك. لا أقول أن تذهب إلى المستشفى تأخذ جرعة من حبوب أو مياه أو غيرها، ولكن عليك بمداواة القلب، فإن القلب إذا لم ينتفع بالقرآن ولم يتعظ به فإنه قلب قاس مريض، نسأل الله العافية. فأنت يا أخي أنت طبيب نفسك، لا تذهب إلى الناس، اقرأ القرآن إن رأيت أنك تتأثر به إيمانا وتصديقا وامتثالا فهنيئا لك، فأنت مؤمن. وإلا فعليك بدواء نفسك، داوي نفسك قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده، يعني موت قلب. أما موت الجسد فبعده حياة، بعده بعث، جزاء، حساب،